بسم الله بديت وعلى نبي صليت. واش راكم البنات؟ واش راكم الفحلات؟ ان شاء الله كامل بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفه اقتصاديه 100%، وصفه الحسيله صنع منزلي بكيلو تاع السكر تاع 9000 يخرج لنا وصفه ولا اروع. خير من تروحي تشري باطه صغيره تاع حسيله 17000 ولا، وغير الصغيره ما تستهلكيش بزاف. واش نحتاجو في وصفه تاعنا تاع نهار اليوم؟ كيلو سكر، لاسيد ستريك، هذا هو لاسيد ستريك خياتي، يتباع عند اللي يبيع دوزن الحلويات، روحوا قولوا لاسيد ستريك يعطيك قيس 5000 خير وبركه. نفس هذا الكاس اللي نعبر به كامل وصفه تاع نهار تاع اليوم. ونحتاج طنيجه تكون ثقيله مليح، اذا عندك كوكوطه احسن. واش نحتاجو؟ بسم الله نبداو في الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. نديرو كيلو سكر، قلت لكم يخرج لكم حوالي كيلو ونص تاع حسيله. ندير في الطنيجره تاعي البنات لازم تكون عندكم طنيجره تكون ثقيله، اذا كاينه كوكوطه احسن. انا استعملت طنيجره هذه تاع فونت بزاف مليحه. ندير معاها كاس تاع ماء عادي، ما هو بارد ما والو. نفس الكاس نزيد عليه كاس ونص، بصح يكون سخون يغلي. ندير المره الاولى غير كاس واحد تاع الماء. نحرك السكر تاعي مع الماء قبل ما نحطه فوق النار، هو بارد في بارد. لقيت لهنا نمله نحيتها وندير معاه لاسيد ستريك. البنات شوفوا، اذا عندك الحسدي عندك القارص ديري القارص، صح احسن شيء لاسيد ستريك باش تجيكم كيما الحسيله تاع برا. كيما راكم تشوفوا على راس المغرفه لاسيد ستريك، نصف ملعقه صغيره، هذه ملعقه صغيره تاع القهوه تاع الشاي كيما نقولوا، ديروها لاسيد ستريك ونحطها فوق النار. النار تكون قليله كيما راكم تشوفوا خياتي، لازم تكون النار قليله ما نقووهاش، ونخليها فوق النار. درت كاس سكر، كاس ماء عفوا، كاس ماء، كيلو سكر، ونصف ملعقه صغيره تاع الشاي من لاسيد ستريك. شوفوا لهنا البنات نخلطوا الجوانب، لهنا حرك الجوانب بالمغرفه تاع السيليكون باش ما تجيناش تكتلات هذيك، باش ما يجمدناش كي نكملوا كامل. نخليه يغلي مليح حتى نشوف اللون تاعو بدا يتحول، يولي اصفر. نتيا كيما تحبي اللون تاعو يكون قامت مليح يروح للماغو، تحبي يكون صفر. انتي تتحكمي في اللون تاع الحسيله تاعنا تاع نهار اليوم. انا نحبو هكا، هذا هو الحسيله كيما تاع برا كيما راكم تشوفوا هذا اللون. لهنا البنات واش نروح ندير؟ نروح نكمل الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي عباره عن كاس ونص تاع ماء كيما راكم تشوفوا لها تغلي لهنايا، بالكم حاذروا. انا يا البنات شوفوا نعبر في الاول كاس ونص تاع الماء، نديرها داخل البلواغ كيما شفتوا بلواغ فارغ، نديرها داخل البلواغ خليها تغلي مليح. ندير كاس الاول وندير نصف كاس ثاني، كاس ونص كيما راكم تشوفوا لهنا خياتي. نتوما ديروها سخون خير باش ما ديروهاش زعما نقولوا بالكاس تقعدوا تعبروا، خاش الكاس سخون يحرقكم. الحاجه الاولى، النقطه الاولى. والنقطه الثانيه باش تكون ضربه واحده، هنا راهو يغلي، راني نوريكم فيه الماء راهو يغلي، نكبو ديريكت فوق الحسيله تاعي. لهنا حاذروا خياتي، شتوني كيفاش هربت لهنايا، حاذروا غير بشويه فقط، غير بشويه فقط تبداو تزيدوا عليه. غير الخطوه الاولى ومن بعد خلاص خدت على الحسيله راهي تغلي والماء راهو يغلي. نبدا لهنايا نكمل هذا الكاس ونص تاع الماء تاعنا كيما راكم تشوفوا، والنار مازالت قليله، عفوا النار طفيتها لهنايا، لازم نطفوا النار. كبيت كامل هذاك الماء، فرغت كامل هذاك الماء، كاس ونص. لهنا النار قلت لكم راهي طافيه، لازم نطفوا النار. ومن بعد كي نكملوا نفرغوا هذاك الماء، نعاود نشعل النار على الحسيله تاعي كيما راكم تشوفوا لهنا خياتي. عاود شعلت عليها وخليتها تغلي حتى ولات هذا القوام تاعها. شوفوا لهنا خياتي القوام تاع الحسيله تاعنا ما شاء الله ما شاء الله. نخليها تبرد وشوفوا لي هذيك الحسيله مزيونها مزينها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. ما تنساونيش تدعموني بالجيم وكم